اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبيب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم سعداء، وربنا يا رب يفرح قلوبكم ويجعل بيوتكم كلها عمرنا بالفرح والسعاده والرضا. وقريب نسمع اخبار حلوه وبيوتكم تتعمر بالزراغيت، وربنا يكبر بخاطركم فيها يا رب، ويسعدهم ويفرحهم وينول لكل واحد اللي في باله. يا رب ما تكسفش اي حد، وعوض تعب اهاليهم فيهم خير يا رب، ويرزقكم باي مجموع انتوا عايزينه واي كليه انتوا عايزينها يا رب. معانا فيديو جديد، واليوم تحت النهارده بردك عند حماتي. بدات بردك معاكم اليوم من اوله. هنا كده كنت حضرت فطار، ما قدرتش اصور بقى كله عشان قلت ايه الفيديو يبقى قصير ما يبقاش طويل يعني. دي مواعين مكان الفطار، الاطباق والصحن والحاجه، فنغسلها مع بعض كده ونشوف هنعمل غدا حلو النهارده. وعندنا اوردر فطر كمان هنعمله مع بعض. يلا بقى شجع كده وخش على الفيديو وحط لايك، انا زعلانه منك عشان ما بتحطوش لايك. حط لايك بقى وتعليق حلو منك كده يفرحنا. اه هتبقى غسلت المواعين. هتقولي ما فيش معاكي سلايف؟ لا، ليا سلفه كبيره وليا سلف صغير بس لسه ما اتجوزش، وانا في البيت لوحدي معاهم. ما تسرحيش بقى كده وتشجعي، لو وراكي حاجه قومي اعمليها، مطبخ روقيه، اي حاجه كده. مش احنا تبع الناس الكسلانين اللي نايمين في السرير. هنا حوالي كده كانت الساعة 9:15 أو 9:30 كده، كنا فطرنا وشربنا الشاي. يا جماعة الناس اللي بتسأل على مشاريع، والله أي حاجة تعملها مشروع من البيت هتستفادي بيها، بس أهم حاجة تكون انت ناوية انك تعملي مشروع تكسبي فيه، مشروع تعملي بيه. دي هنا بقى كان شوية طماطم بابا جايبهم، فعملتهم كده سبكتهم حلو، قطعتهم وسبكتهم وعملتهم هفرمهم بقى في الخلاط دلوقتي اكيسه. هنا بقى معايا حلة مية غلت، معايا شوية عصير حلوين من بتاع الأضحية بتاع العيد كده، وعظم حطيتهم بقى اهوت نزلت بيهم. ومعايا كيلو وربع لحمة مقطعهم بردك مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين كده اهوت. المية طلعت كتير بقى، هنقش شوية عشان الحلة اهوت. بس كفاية كده اهوت، عشان بس ميبقاش كتير ويفور على البوتاجاز. هسيبها بقى تاخد مع بعضها غلوتين، وبعد كده احط لها الحاجة بتاعتها، اغطي عليها بقى. هنا بقى كنت فرمت الطماطم وعبيتها اكياس اهوت، وهنا قطعت الحاجه اللي هتتحط للحم. معايا حله صغيره على البوتاجاز كده، اجيب بصلايه محندقه صغيره كده واقطعها مكعبات صغيره. مكعبات صغيره خالص كده. اقلب بس البصلايه اتبلها بس كده. اه معايا بقى طماطم، حبه طماطم اللي انا فرماهم سبت حبه على جنب كده، وعبيت الباقي. حلوه بقى، بحطها في التلاجة بتنفع بقى في اي وقت محشي حاجه مستعجله بطلع منها وخلاص. اه حطيتها بقى واسيبها مع بعضها تسبك، احط شويه ملح وشويه سبع بهارات برضو واسيبها تسبك مع بعضها. هنا بقى كانت اللحمه غلت غلوتين اهيت، هبدا بقى اشتري الريم اللي عليها اهوت. ان هي مطلعتش ريم كتير برضك، بس ايه يعني نشتري برضك للاحتياط. هنا بقى بصلايه طماطمايه ورق لورا حبهان
فلفل اسمر، حبة من السبع بهارات الصغيرين، ونكهة الفاكهة، نكهة الفاكهة نكهة اللحمة بتاعتي. نعم. معلش يا عسل. هنا بقى كفتة اللي كنا عاملينها برضو كفتة رز. نزلت بقى التقلية السبكت ونطرت الإيدام بتاعها. هقلبها بقى. اه معايا طبق شوربة اهوت. هزود عليه كمان طبق مية واقلبها بقى واسيبها تاخد غلوتين. شفت كفتة الرز وحلاوتها؟ لا فكت ولا كشت ولا تخنت ولا فرطت ولا عملت اي حاجة. صباع جنب صباع كده. انه مكبسة علينا يا جدعان. اهو. بس كده بقى اغطيها تاخد غلوتين تلاتة واطفي عليها. يا الله. هنا بقى خلاص اللحمة كانت داخلة في السوا هي. عملت احلى لحمة واحلى شوية شرب. وهنا خلاص الكفتة كانت خلصت كمان. اهو شفت الصوابع عاملة ازاي؟ شفتوا؟ عظمة عظمة لله. شفتوا؟ لا اله الا الله. هنا بقى اللحمة هي. شوفها برضو. اهو. شوفوا احلى شوية شرب، احلى حتة لحم. هنا بقى كان الرز خلص خلاص، واللحمة طفت عليها ونزلت، والكفتة كمان استوت. خلاص كده الاكل بتاعنا خلص. هنستنى الجماعة بقى لما نيجي ناكل. وهنا دلوقتي بقى كان خلصت الفطار كمان. كان مطلوب 4 فطارات، عملت ال4 فطارات برضو. اه. شفتوا؟ قشطة. حاجة كده يعني فاخر من الآخر. نفرد كده بقى اهوت. طبعا كله زبدة صفرة. واخده بالك يا صفرة؟ اه. اشتغل حتة العجين الناشفة ديت. اه. بس كده. يا تكتك يا حركتك يا بنتي يا وز. كده الفيديو بتاعنا يكون خلص. اشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.